يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. كيف نحقق الصدق؟ يعني فضائل الصدق كثيرة في القرآن والسنة، لكن كيف نحقق الصدق؟ أول خطوة عملية إخواني أن تكون صادقا فعلا في طلب العون من الله أن يرزقك الصدق. مش ممكن هتصدق أو هتقيم ليلا أو إلا إن أعانك الله ووفقك. فأصدق فعلا في أن يرزقك الله الصدق. 2، اصحب أهل الصدق. شوف أنا انتقلت النقلة الكبيرة دي، خلي بالك أنا ما بقولش كلام كده يعني أغطي بيه الوقت، لا أنا بفضل الله عارف أنا بدي لك إيه الأول وإيه التاني. بقول لك أول خطوة أن تصدق في طلب الصدق أو العون من الله على أن يرزقك الصدق. ليه؟ لأن أما أصدق أنا بتبرأ من حولي وطولي وعقلي وفكري وقوتي ومددي، أتبرأ من كل طاقة أتصور أنني أملكها. أنا لا أملك أي شيء، والله العظيم لا أملك أي شيء. عاوزك تبقى دي لا تغيب عنك أبدا. أنا والله لا أملك أي شيء. واحد بيقول لي إيه أنت ما شاء الله يا أخي خطفت قلبي. قلت له والله ما أعرف أخطف فرخة، والله ما أعرف أخطف فرخة. خطف قلبي إيه يا عم؟ قلوب بين أصبعين من أصابع الله فقط هو الذي يحركها بالحب والبغض. لسه طالب من طلابي وانا داخل يا شيخ في على النت بعض الكلام عليك ادخل. والله ما بعرف ادخل يا ابني، اقسم بالله ما بعرف افتح ولا اعرف ادخل، ولا انا داخل ولا انا فاتح. يا عم احنا خليك مع ربنا، ما اللي يقول سبحان الله. هو انت هتدخل عشان تكف ألسنة الناس اللي قالوا؟ مش هتكف. انت ما تملكش حاجة، ولا تملك تكف، ولا تملك أن يثني عليك فلان أو أن يذمك فلان، والله ما تملك حاجة. خلاص يا عم خليك أنت انشغل بهدفك. أنت وظيفتك إيه وغايتك إيه وهدفك إيه؟ أنا غايتي أنا عاوز الجنة. خلاص أنا ليا طريق عارفه الحمد لله وماشي فيه، مش هلتفت. خلاص تنشغلش بالخلق، محدش هيرضى عنك، محدش أبدا. اوعى تتصور أن يرضى عنك كل الخلق، مستحيل يا أخي. لو كانت لأحد لكانت للواحد الأحد. ما تنشغلش بالخلق. وبعدين أنت متصور، أنت موهوم أن يثني عليك كل الناس ولو كانوا من طلابك وأتباع منهجك الذي أنت عليه، تبقى برضو موهوم. تبقى موهوم. لو كانت لأحد من الخلق لكانت لسيد الخلق. طب ما أنت عاوز إيه تاني بقى؟ ده فلان ما تسيبه يقول. وزي ما دايما بقول لن نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. ما بقولهاش يا أخوانا تمثيل، والله أقسم بالله ما بقولها تمثيل، ولا عشان الواحد يعني يقول لك يا سلام على الورع. ما هو ربنا عالم بقى، ما أنت هتضحك على مين؟ هتخادع من؟ وأنا أقسم بالله وسأسأل عن هذا القسم، وأنا في العمرة وأنا في الحج كنت أدعو الله لإخواني من أهل العلم ممن يسيئون إلي وإلى إخواني أيضا. أقسم بالله كنت أدعو الله لهم بأسمائهم، أدعو الله لهم مش عليهم، بأسمائهم. الشيخ فلان يسيء والله أدعو الله له باسمه. وأروح لإخواننا المشايخ أقول له دعيت للشيخ فلان، يبص لي أنت مجنون؟ شيخ كبير قال يا شيخ محمد، قلت له انت بس ادعي له والله هتستشعر لذة في صدرك يمكن بدعاء يوم عرفة كله. طب جرب كده، جرب. اصل دول الاخوة لنا، ما فيش حرج. يسيئون الينا ونحن ندعو الله لهم لانهم اخواننا وعلى المنهج. وانا ارجو الله عز وجل ان يكون خلافهم معنا بسبب غيرتهم على الحق. أسأل الله أن يكونوا كذلك، وأن يرزقنا وهم الصدق، وأن يدلنا وإياكم وإياهم على الحق الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى اصحب الصادقين عشان تتعلم الصدق. لأن الإنسان
ابن بيئته. يعني أنت تتأثر بالبيئة. يا عم الشيخ أنت هتردد كلام الفلاسفة ولا إيه ابن البيئة دي؟ لا ده كلام شرعي. هتقول لي بقى ما أجيب لك دليل؟ أجيب لك دليل طبعا، فضل الله مفيش حاجة بدون دليل. تذكرون قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، والحديث في الصحيحين من حديث من؟ أبي هريرة. سبحان الله، حين ذهب إلى العالم أول عبارة قال له إيه؟ قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى لابد أن تغير البيئة، فغير بيئة الكذب والكذابين إلى بيئة الصدق والصادقين. أنت الآن في بيئة صدق لا تسمع فيها إلا عن الله وإلا عن رسول الله، ولا ترى فيها إلا إخوانك أصحاب الوجوه المتوضئة النيرة. وإن وجدت أحد إخوانك ضعف واغتاب أو ونم أو إلى آخره ابعد، ذكره بالله، فإن لم يتذكر خذ القرار بقوة وبرجولة. ما عادش وقت تضيعه في المعصية، والله العظيم لو انتبهت ما عندك وقت تضيعه في المعصية. وما تزعلش أن يغضب منك فلان، فليغضب منك، فلينصرف عنك. إن كانت علاقتك بفلان ستوقعك في غيبة فلا، في نميمة فلا، في معصية فلا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أسأل الله أن يجعلنا لكم من الصالحين.